دول 3 مسلسلات مصرية لازم تتفرج عليهم. أول مسلسل هكلمك عنه هو مسلسل كتالوج. المسلسل طبعا من بطولة محمد فراج، وبيحكي عن يوسف اللي بيفقد زوجته وبيلاقي نفسه مرة واحدة مسؤول عن عياله الاتنين، مسؤول عنهم من كل الجوانب بقى، من ناحية التربية، من ناحية البيت، من ناحية أي حاجة، لحد لما بيلاقي إن مراته سايبه له فيديوهات كتير تربوية. بيبدأ يتفرج على الفيديوهات دي عشان يعرف هو المفروض هيعمل إيه مع عياله. لكن المسلسل ده فعليا هيدمج لك ما بين الدراما والكوميديا في مشاهد كتير جدا. أنت فعليا هيجي عليك مشاهد هتلاقي نفسك بتضحك وبعدها بدقيقة تقريبا بتعيط. فده واحد من أحلى المسلسلات، اتفرج عليه وصدقني مش هتندم. في مسلسل هقول لك عليه وهو مسلسل فات الميعاد. المسلسل ده من بطولة اسماء ابو اليزيد واحمد مجدي واحمد صفوت. المسلسل ده بيحكي عن زوجة بتطلب الطلاق بشكل عادي جدا، حرفيا المسلسل كله احداثه بتتغير بناء على طلب الطلاق اللي هي طلبته. المسلسل ده صراعه بيدور ما بين فكرة ما بعد الانفصال والاولاد والخلافات اللي ما بتبقى ما بين الزوج والزوجة على الاولاد نفسهم. فصدقني المسلسل ده حلو جدا، ولو انت ما اتفرجتش عليه تابعه ومش هتندم. ومن هنا نيجي لاخر مسلسل هقول لك عليه النهارده، وهو مسلسل مملكة الحرير. مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز واحمد غزي واسماء ابو اليزيد. من اسمه واضح ان المسلسل بيدور في احداث قديمه شويه، واللي بيحصل ان هم 3 اخوات بيتصارعوا على العرش، وبتكتشف في المسلسل ان في ما بينهم خلافات كتير جدا واحداث قديمه في الماضي هيترتب عليها حاجات جديده في المستقبل. وحرفيا انت هتعيش معاهم في مسلسل عالي قوي. ده واحد من اكتر المسلسلات الاندر ريتد اللي انا شفتها في مصر، اللي بتتكلم عن حقبات قديمه او عن زمن قديم عموما. فصدقني لو انت ما شفتش المسلسل ده اتفرج عليه وهيعجبك جدا. وبكده ابقى انا قلت لك على المسلسلات بتاعت النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك وفولو، ابعت الفيديو لاصحابك عشان هم كمان يتفرجوا على المسلسلات دي. سيب لي رايك تحت في الكومنتات لو انت شفت حاجه منهم، ولو بتحب الحلقات الطويله وفلوجات للسينما ومراجعه افلام هتلاقيني سايب لك لينك اليوتيوب في البايو. تابعني هناك عشان بننزل حلقات مختلفه عن اللي بتنزل هنا. اشوفك الحلقه اللي جايه، سلام.